ازيكم؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتوا طيبين. بقالي كتير ما صورتش ولا نزلت وصفات معاكم. حبيت النهاردة انزل وصفة كده سهلة وخفيفة من اللي كلنا بنحبها، خصوصا والعيد على الابواب. كل سنة وانتوا طيبين. يلا بقى نشوح اللحمة بتاعتنا في معلقة سمنة بلدي كده زي ما انتوا حابين، وطبعا الكمية اللي انتوا حابينها. وهننزل برشة السكر اللي هتسوي لنا اللحمة بسرعة ومش هتغير لنا لونها. قلبي كويس كده وانزلي عليها برشة الفلفل الاسود، وهصدقيني هتاخدي اطعم شوربة ممكن تشربيها في حياتك. هننزل عليها بالماسورة بتاعت اللحمة، واللي ما يعرفش يعني ايه ماسورة اللحمة، يعني العظمة اللي بتتشفى من قلب اللحمة. ايوه كده. هننزل عليها بجزراية متقطعة، وحباية من الطماطم، وحباية بصل متقطعة، عود قرفة، وادي مكعبين مرقة دجاج. واللي حابب يستغنى عنها براحته، بس انا بحبها وبتدي طعم وتست كويس في الشوربة بتاعتنا. يلا بقى كده ايه، قلبيها تقليبة حلوة. وزي ما قلتلك ما تنسيش عود القرفة، ولو انتي مش حابة القرفة تقدري تستغني عنها. دول فصين وقرنفل وكم فص حبهان كده ونزلنا بيهم. ويا سلام بقى لو فص مستكة عليهم وورق غار، يا سلام هتوديلك الشوربة في حتة تانية. يلا بقى هننزل بالملح، بس ما بننزلش بالملح إلا لما تكون خلاص اللحمة داخلة على السوا. يلا بقى تعالي نعمل حبة صلصة. والفترة دي الطماطم حلوة ورخيصة، وبجد هتاخدي احلى صلصة تنفع معاكي في اكلات كتير. النهاردة هنعمل صلصة حلوة كتيرة تعمل معانا كذا اكلة. نزلنا بالمادة الدهنية بتاعتنا، واللي انتي طبعا بتفضليها او تختاريها اعملي بيها حبيبتي. يلا بقى البصل معانا مقطعينه كده بصل ناعم، وهننزل كده على المادة الدهنية معلقة توم ونشوح الكلام ده كله مع بعض. وهننزل بمعلقة الهريسة اللي احنا عاملينها في البيت. وطبعا عايزة اقول لكم ان هريسة الشطة بتاعتي طبعا غير وتختلف. هقول لكم ليه. عشان بتفضل معاكي في باب التلاجة طول السنة من غير ما تحتاجي تحطيها في الفريزر ولا تبوظ منك خالص. يلا بقى هننزل كده بمعلقتين الصلصة، وهتعزز لنا اللون بتاع الصلصة بتاعتنا، وبرضو بتدي طعم حلو. كل ديك الحاجات اللي بننزل بيها كلها بتدي طعم ونكهات جميلة للصلصة بتاعتنا. يلا بقى رشة كزبرة، ايوه كده، هننزل بيها. بصوا جمال وشكل الصلصة بتاعتنا من قبل ما ننزل كمان بالطماطم عليها. ضربنا الطماطم في الخلاط ونزلنا بيها بالشكل ده على طول فريش كده. ايوه كده. قلبيها تقليبة حلوة بالشكل ده. رشة سكر بقى عشان الحموضة وعشان تاكلي براحتك. وطبعا لو حابة تنزلي بمعلقة من البابريكا حاجة ترجعلك وبراحتك. تنزلي بيها قبل الطماطم بعد الطماطم تستغني عنها مفيش مشكلة. يلا كده عملنا أحلى صلصة ممكن تعمليها لأجمل خضار في الدنيا. يلا سيبيها تتسبك وهترجعي لها تكون بالشكل ده كده. نطرة الإيدام بتاعها، ولو هتقولولي ايه نطرة الإيدام بتاعها هقولك المادة الدهنية بتاعتها مادام تطلع على الوش بالشكل ده كده صلصتنا اتسبكت وبقت تمام. يلا لحمتنا اتسلقت، خدنا منها كده زي ما انتوا شايفين، وانا نزلت عليها ببامية متفرزة. عندك بامية خضرة مفيش مشكلة، بس انا بعمل للناس اللي عايشين برا اللي دايما مش بيلاقوا البامية الخضرة زينا. يبقى بامية متفرزة، انزلي بيها على اللحمة، قلبيها تقلبتين كده بالشكل ده. وتعالي بقى يلا هناخد من الصلصة اللي احنا عملناها. ايوه كده. انا حطيت كيس بامية، هحط له كام مغرفة صلصة. عدوا معايا بقى كده وصلوا على النبي في الكومنتات ووحدوا الله. ايوه كده. قلبي تقليبة حلوة كده بالشكل ده. عديتي كام معلقة صلصة او كام مغرفة صلصة
حطيت 3 مغارف صلصة كبار. وطبعا كل ما تزودي الكمية كل ما هتزودي الصلصة معاكي، بس ديك المقدار المظبوط. هننزل بالشوربة بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين، وخلصنا كده البامية بتاعتنا. نظبط ملحها وكده خلاص البامية بتاعتنا هنسيبها تستوي بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. اديها تقليبة حلوة وغطيها، وتعالي نعمل اللي بعدها. ايوه كده بجد وحشتوني. يلا بقى تعالي، هنا الشوربة بتاعتنا بتغلي، وبرضه هننزل بالملوخية. طبعا لو عندك ملوخية خضرة خرطيها وانزلي بيها، ما عندكيش هننزل بالملوخية المتفرزة كده. وزي ما قلتلك علشان اخواتنا المغتربين. يلا بقى الوصفة التالتة، بطاطس مقطعينها كده مكعبات وهننزل بيها. وتعالي ننزل بالصلصة بتاعتنا. ايوه كده. وهنا نزلت بايه؟ 4 مغارف من الصلصة. خدنا كم مغرفة؟ 4، وزي ما قلتلك على حسب الخضار والكمية بتاعتك. حطي فيها اللحمة اللي تعجبك او المقدار اللي انت عايزاه. هنزل باللحمة كده. ايوه كده. ننزل بالشوربة بتاعتنا. وادي تالت اكلة خلصناها. اوعى تكوني لسه ما اشتركتيش ولا عملتي متابعة ولا حطيتي اللايك الجميل بتاعك. يلا بقى تعالي هنعمل التوم للملوخية. طشة التوم للملوخية، وانا بحب اعملها بالزبدة. يلا بقى معلقة زبدة كبيرة، وطبعا انت اعمليها بسمنة بلدي، اعمليها بزيت، اعمليها بالمادة الدهنية اللي تريحك. هننزل بالتوم كده. التوم يصفر معانا، مش عايزينه يتحرق. رشة كزبرة كده ناشفة. ايوه كده. هننزل بيها على التوم بتاعنا. وتعالي بقى يلا شمي احلى طشة ملوخية. قلبيها تقليبة حلوة، والملوخية بتاعتنا تكوني مظبطة ملحها، وانزلي بالطشة بتاعتنا. عايزة اقول لكم ان الريحة بجد كانت قلبة البيت كله من حلاوتها وطعمتها. ايوه كده خلصنا الملوخية. وطبعا الاكلة ديك محتاجة رز بشعرية جنبها. رز بشعرية، حبة لسان عصفور، واحنا عملنا الحاجات دي قبل كده كتير. كل الحكاية ان انتوا وحشتوني. حبيت اطلع اقول لكم ان انتوا وحشتوني، ورجعنا تاني لروتينات المطبخ بتاعتنا واكلاتنا المصرية السهلة البسيطة. ويلا بقى نقدم كده ونعمل احلى رز بشعرية مفلفل بالطريقة دي. وطبعا عملته كتير معاكم، ما حبيتش اطول عليكم الوقت اكتر من كده. يلا بقى بطاطس، شوربة لسان عصفور، وادي الملوخية والبامية الجميلة المتسبكة بتاعتنا بالشكل ده كده. هتاكلوا اطعم اكل في الحياة، بجد هيعجبكم ان شاء الله. طبعا ما تنسيش تشتركي وتعملي لايك وشير، وتكتبي لي حرف او كومنت حلو منك كده علشان الفيديو يتشاف. حبيبتي كل سنة وانتوا طيبين، بجد وحشتوني. ولو هقعد اقول وحشتوني من هنا للسنة الجاية صدقوني وحشتوني. هقعد اغنيها بقى زي وردة كده واقول وحشتوني وحشتوني وحشتوني. حبايبي كل سنة وانتوا طيبين. اشوفكم على خير في وصفة جديدة واكلة جديدة من اكلات بسوم. يلا بقى كده ايه، شوفوا البامية بتاعتنا كانت عاملة ازاي وحلاوتها عاملة ازاي. اشوفكم على خير وسلام عليكم.